الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحن جد سعداء بتواجدنا مع الفرق المشاركة في البطولة الوطنية للكرة الحديدية. بدء أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيد رئيس الاتحادية الوطنية للكرة الحديدية، كما توجه بالشكر كذلك إلى القائمين على فريق برافال للكرة الحديدية، واللي قاموا اللي هم أسند إليهم عملية تنظيم هذه التظاهرة. نشكر كذلك الفرق اللي خدمت من 43 ولاية من مختلف ولايات الوطن لحضور هذه التظاهرة والمشاركة فيها، ونحن على أيام معدودات من تنظيم الجزائر للألعاب العربية. الكل يعلم أن الكرة الحديدية هي جزء من الرياضات التي ستكون حاضرة في الألعاب العربية وستنظم هنا في ولاية وهران. نظن باللي باش هذه المنافسة هذه ستسمح إلى كل الفرق المشاركة من أجل اختبار إمكانياتها وتحسينها، كذلك من أجل مشاركة جيدة وفي المنافسة العربية القادمة. نظن باللي باش كذلك نحن هنا من أجل أن ندعم شبابنا في مختلف الرياضات. الرياضة ليس هو فقط كرة القدم، الرياضة هي كل الرياضات المختلفة، وخاصة الرياضات الفردية. فنظن باللي باش لاحظنا ارتياح لدى كل المنظمين، ولاحظنا كذلك ارتياح حتى عند السيد رئيس الاتحادية الوطنية للكرة الحديدية. نحن هنا من أجل أن ندعم أبنائنا وأن نكون حاضرين معهم دائما وإلى جانبهم من أجل مساندتهم. مبادرة جد طيبة اليوم خذيتها سيد الوالي فيما يخص إعادة ترميم هذا. بطبيعة الحال نظن باللي باش لما تشوف فريق اللي خلق منذ 4 سنوات واليوم هو ينظم بطولة وطنية، فنظن هذا الفريق هذا أضعف الإيمان يستحق التفاتة من السلطات المحلية، وأضعف ما نستطيع أن نقوم به هو إعادة الاعتبار أو تهيئة هذا المكان هذه الأرضية التي ترعى هذه المنافسة. سيد الوالي، ربما أجندة ثرية للدورات الرياضية في هذا الأسبوع، كيف تستعد الولاية لكل هذه التظاهرات؟ كأس الجزائر والألعاب العربية وحتى البطولة الوطنية. نحن ولاية وهران بعد تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط أصبحت قبلة لتنظيم العديد من التظاهرات الرياضية وغير الرياضية في عدتها. فبعد قبل ألعاب البحر الأبيض المتوسط استضفنا العديد من تظاهرات البطولة الإفريقية للجيدو والبطولة العربية كذلك لألعاب القوى ومسابقات أخرى، وكل هذه التظاهرات أكسبتنا خبرة كبيرة وجعلت كذلك من المدينة دائما مستعدة لاحتضان أي تظاهرة. ظن باللي باش بالنسبة للألعاب العربية بالنسبة أول قبل كل شيء إلى مقابلة النهائي بين فريق الشلف وبلوزداد، نظن كل الأمور مهيئة الملعب في أحسن حلة، ونظن حتى المدينة جد مستعدة. الوهرانيين جد فرحين بهذا القرار اللي اتخذته السلطات العليا للبلاد. فالكل يتقدم بالشكر إلى السيد رئيس الجمهورية والاتحادية الوطنية لكرة القدم على تعيين أو ترشيح ولاية وهران لاحتضان هذا النهائي هذا، والكل مستعد من أجل أن تكون هذه المقابلة النهائية كذلك في أحسن الظروف. هل تتوقعون أن هذه الرياضة لها هذه الشعبية الجريفة كما الشعبية الجريفة لهذه الرياضة؟ تتوقعون كرة الحديدية؟ الكرة الحديدية بالنسبة للكرة الحديدية والله العظيم أنا أعرف جيدا أنه العديد من الشباب الجزائري وحتى الكبار عندهم حب كبير وهم محبين لهذه الرياضة، ولكن لم أتوقع أبدا أنه يكون عند جمهور بهذه القوة. فلما وصلت إلى المكان تفاجأت بوجود جماهيري كبير وكبير جدا. فالعلامة الكاملة أولا قبل كل شيء إلى المتنافسين، والعلامة الكاملة كذلك إلى هذا الجمهور الرائع، جمهور برافال في وهران. هل هذا يمهد لتتويجات النخبة الوطنية في الألعاب العربية؟ أنتم حضرتم معنا السنة الماضية ألعاب البحر الأبيض المتوسط، لم يكن كبار المتفائلين لم يكن يراهن على حشد الجزائر لذلك العدد الكبير من الميداليات، وفي الأخير الجزائر كانت حصد أكبر عدد من الميداليات الذهبية والميداليات الفضية والبرونزية. فنظن باللي باش المتنافسين الجزائريين اليوم عندهم مستويات لا تنقص عن المستويات الدولية، وهم مستعدين لكل المنافسات وفي كل الرياضات بدون استثناء بما في ذلك الكرة الحديدية. ألعاب البحر الأبيض المتوسط لا، السقف ستنصب الخيمة ف